بتبلش أحداث الفيلم بزمن قديم. الشياطين كانوا دايما بيلاحقوا البشر ويسرقوا أرواحهم وينقلوا قوة الأرواح لملكهم اللي اسمه كيما. بس بهالوقت ظهرن ثلاث بنات وبلشن يدافعن عن البشر عن طريق وهب أصواتهن عشان يطردوا الشر، وكانوا يغنوا أغاني عن الشجاعة والأمل، ومن هالقوة قدروا يصنعوا درع يحمي عالم البشر اسمه الهونومون. بكل جيل كان يتم اختيار ثلاث جداد من الصيادات عشان يأدوا أعظم مهمة ويصنعوا درع قوي ما في إشي بيقدر يخترقه. وبيجي دور الجيل الجديد من الصيادات اللي مهمتهم إنهم يوصلوا للهونومون الذهبي بصوتهم وأغانيهم، واسم الفرقة كان هانتريكس، وبكون عندهم جولة عالمية والكل متحمس يشوفهم. وأول بنت معنا بالفرقة اسمها ميرا، وبتكون هي اللي بتصمم الرقصات للفرقة. الثانية اسمها زوي، مغنية الراب ومؤلفة الأغاني. البنت الثالثة رومي، وبتكون من سلالة فنية، إمها كانت نجمة بوب معروفة، ولما توفت إمها لرومي بتصير سيلين مديرة أعمال إمها مسؤولة عنها، وقررت إنها تعمل فرقة هانتريكس مخصوص عشانها وهي المغنية الرئيسية. بعدها بنشوف مدير أعمالهم بوبي وهو موجود ورا الكواليس وبجهز حفلة الفرقة، وبيفتح تليفونه ليشوفهم وصلوا، بس بيتفاجأ لما بيلاقي الطيارة ماشية بطريق ثاني غير موقع الحفلة. وبنشوف البنات وهم بياكلوا ولا عارفين عن إشي، وبيرن عليهم بوبي وبيسألهم ليش اتأخروا وغيروا طريقهم. بيطلعوا البنات من الشباك وبينصدموا بس يلاقوا إنهم بعدوا عن مكان الحفلة، وبشكوا بالموظفين اللي معهم بالطيارة، وفعلا بيطلعوا الشياطين. ببلشوا البنات يغنوا ويحاربوا الشياطين، وبيقدر يوصل الحفلة بالوقت المناسب. وبنشوف واحد من الشياطين قدر يهرب لعالمهم وماشي وهو خايف من الملك كيما، فالملك بيسأله قدروا يهربوا منكم زي دايما صح؟ بيحكي له الشيطان للأسف الصيادات أقوياء جدا يا سيدي. فالملك بعصب وبيحكي له إذا الصيادات وصلوا للهرمون الذهبي أمرنا رح ينتهي للأبد. بس فجأة بيظهر واحد من الشياطين وبيغني لهم أغنية بتحكي عن شو صار لهم زمان، فكيما بيحكي له أنت بتهزئ فينا، فبيحكي له الشيطان لا أنا بدي أساعدك، وبيطلب من كيما أنه هو اللي رح يخلصوا منها الصيادات، وبحكي له إنه رح نحط استراتيجية جديدة نهاجم فيها الصيادات ورح نستهدف معجبينهم. بيقترح عليه إنهم يعملوا فرقة شبابية شيطانية، فكيما والشياطين بيضحكوا عليهم، وبثانية وبلا أي مقدمات بيغيروا شكلهم وبيطلعوا أجمل شباب ممكن حدا يشوفهم، والمعجبات البنات لو شافوهم رح يعجبوا فيهم. كيما بيوافق على خطته وبيسأله شو بدك المقابل، فبيرد عليه وبيحكي له أنا بدي إنك تمحي ذكرياتي. بنروح بعدها للبنات اللي خلصوا الحفلة وكانوا رح ياخذوا إجازة، بس تقرر رومي إنها تنزل أغنيتهم الجديدة جولد بأول يوم إجازة إلهم، وطبعا زو وميرا بيعصبوا لأنها نزلت الأغنية من غير ما تحكي لهم. وبيدخل عليهم بوبي وبيحكي لهم إنه الأغنية الجديدة نجحت نجاح باهر، وهم بيستعدوا للعرض الترويجي للأغنية. منلاقي رومي واقفة لحالها بتغني وحزينة، ولما بتشيل الأواعي من على كتفها منلاقي علامات زي العلامات الموجودة على الشياطين، وطبعا هي دايما لابسة أواعي بكم طويل عشان تخبيهم. ومنشوفهم هم بيتدربوا، بس فجأة صوت رومي بيختفي، فبتحكي لهم أنا آسفة ممكن نجرب مرة ثانية، بس بيكون لسه في مشكلة بصوتها، فبتحكي لهم أنا بس محتاجة استراحة 5 دقايق وبرجع لكم مرة ثانية. رومي بتروح على الحمام، ولما بتوقف قدام المراية بتلاقي نقوش الشياطين زادت بجسمها. رومي بتخاف وبتترك العرض وبتطلع تركض، وبنرجع فلاش باك لورا ورومي وهي صغيرة وكانت مع سيلين اللي ربتها، وبتحكي لها هل الصيادات بيقتلوا كل الشياطين؟ سيلين بتحكي لها كل من عليه نقوش الشياطين لازم يموت، مشان هيك لازم تخفي النقوش اللي على ايدك. فرومي بتسألها عشان بابا كان شيطان طلعت لي النقوش هاي؟ بترد عليها سيلين انت مش وحدة منهم يا رومي، انت صيادة زي امك ما كانت صيادة، ولما الهونومون يوصل للمستوى الذهبي كل الشياطين رح تختفي والنقوش اللي على جسمك كمان رح تختفي. كانت رومي دايما بتلبس اي اشي يخبي هالجزء، وكانت بترفض اي حدا من البنات يدخل معها الحمام او تغير قدامهم، وكانت سيلين دايما بتمنحها انها تحكي للبنات. وبتطلع رومي على سطح مبنى وبتحاول تغني، بس كل ما بتوصل عند النوت العالي ما بتعرف، فبتحكي كيف رح أقدر أصلح العالم وأصلح نفسي وأنا ما عندي صوت. وبتحكي أنا كنت حوصل للهونومون الذهبي، وفجأة بتحكي ليش بصوت عالي كله غضب، وبيطلع منها قوة غريبة بتأثر على الهونومون اللي مغطي المدينة كلها، فبتخاف رومي من اللي عملته. بترجع رومي للبيت، وطبعا ميرا وزوي كانوا مستنيينها وبيقدموا لها أكل سخن، وبتحكي لهم أنا آسفة بالنسبة للعرض، وبيحكوا لها عادي بوبي رح يصلح كل إشي. ببلشوا يقترحوا أفكار ليعالجوا صوت رومي عشان يكملوا مهمتهم، وبتاخذهم زوي لدكتور غريب الأطوار. الدكتور بيحاول يحللها نفسيا وبيحكي لها أنت المشكلة مش بصوتك، أنت مخبية إشي، وبيبلش كمان يحلل بزو وميرا وبيعطيهم بوكس كبير فيه أدوية. بيطلعوا من العيادة بس بيشوفوا قدامهم 4 شباب حلوين، وزو وميرا بيكونوا منبهرين بجمالهم. رومي واقفة مش حاسة بأي إعجاب ناحية الشباب، فجأة بتشوف واحد فيهم بتنبهر هي الثانية بجماله، ولما بيمشي من جانبها بيضرب بكتفها والبوكس اللي في ايدها بيوقع منها على الارض. بتلاقيه بمد ايده وبتفكر رح يساعدها، بس بتنصدم لما ببعد ايده من قدامها وبيمسح فيها على كتفه بكل برود.
وبيحكي لها انتبهي مرة ثانية وبيكمل طريقه ولا كأنه عمل إشي. البنات ببلشوا يراقبوا الشباب وبيلاقوا بنص الشارع دخان لونه زهر، وبيطلع الشباب هذول من فرقة موسيقية. كل الناس بتنعجب فيهم وبصوتهم، بس البنات بيكتشفوا إنهم شياطين وقدروا يلاحظوا النقوش اللي ظهرت على جسمهم واختفت بثواني، وبيفهموا إنهم بيسعوا عشان المعجبين. وبعد ما خلصوا غناء بيحكي لهم جينو رح أستناكم اليوم ببرنامج رح نكون موجودين فيه، وبنعرف إنه اسم الفرقة ساجا بويز. بنفس اليوم بالليل البنات بيستعدوا عشان يقتلوا الشياطين، وبنلاقيهم مكفيين متخبيين لحد ما الشباب هذول يخلصوا البرنامج عشان يهجموا عليهم. بس جينو بلاحظ وجودهم وحب يحرجهم، واخذ المايك من المذيع وبيحكي احنا معنا ضيوف مميزين رحبوا معنا بفرقة هانتريكس وسلطوا الضوء عليهم. بعد البرنامج الشباب بيطلعوا يركضوا وبيركضوا البنات وراهم. رومي بتحكي لهم هو انتم مفكرين ان رح نسمح لكم تسرقوا معجبيننا؟ وببلشوا يهجموا عليهم وبكون معهم شياطين مساعدين. بتركض رومي ورا جينو وبتبدأ القتال معه، بس بينقطع جزء من أواعيها وجينو بينصدم لما بيلاقي نقوش الشياطين على جسمها. ورومي بتكون مش عارفة تساعد أصحابها لأنها خايفة يشوفوا النقوش. جينو بيستغل الموقف وبلف إيدها المكشوفة فبتبلش إنها تحارب جنب أصحابها. بيروح جينو بقية الفرقة لعالم الشياطين اللي الكل بيكون متحمس لهم. كيما بكون فرحان إنه خطتهم نجحت وبيحكي لهم أنا شفت إنه واحدة من الصيادات بتحمل النقوش الشيطاني بس أنا ما عندي سيطرة عليها. فبيحكي له جينو أنا صرت عارف نقطة ضعفها ورح أستغلها لندمر الصيادات للأبد. مشهد ثاني بنلاقي البنات مصابات وواقفين مصدومين وبيراقبوا درع الهنمون وهو بلش يضعف، وبيحكوا أكيد أغنيتهم الجديدة يومين والناس رح ينسوها. وبيجي لهم بوبي وبيحكي لهم أغنية فرقة الشباب الساجا بويز انتشرت بشكل جنوني بعد البرنامج اللي انتو ظهرتوا فيه معهم، ورقصتهم كمان انتشرت وصارت عندهم قاعدة جماهيرية والرقصة صارت إدمان حتى زوي أدمنتها. رومي بتحكي لهم هم موجودين بحفلة جوائز آيدول، لازم نقدم أداء مذهل بهالحفلة عشان نقدر نتغلب على فرقة ساجا بويز للأبد. وبتحكي لزوي أول إشي رح نحتاج أغنية جديدة وميرا محتاجين رقصة للأغنية، وبهيك نقدر ندفن الشياطين هاي بالظلام اللي هم أجوا منه للأبد. ولما بتدخل رومي غرفتها بتلاقي طائر غريب لابس طاقية واقف بالبلكونة، ولما بتروح بتشوفه بتلاقي نمر صغير بيوصل لها رسالة، والرسالة هاي من جينو بيطلب منها إنها تقابله. وبتروح رومي وبتكون مستعدة إنها تخلص عليه وبتكون ماسكة سيفها وبتشوف جينو من بعيد وبتركض عليه وبتقطع راسه، بس بيطلع من جينو بيكون مانيكان. بيظهر جينو بيحكي لها اهدي أنا بس بدي أحكي معك بخصوص نقوشك، بس رومي بتعصب وبتهجم عليه. فبيحكي لها أنا كان ممكن إني أحكي لأصحابك بخصوص نقوشك هاي، وبيسألها كيف فتاة شيطانية وصيادة بنفس الوقت عايشة بحرية بعالم البشر. بتحكي له أنا صيادة مش شيطانة. فبيسألها كيف ظهرت لك هالنقوش. رومي بترفض إنها تجاوبه، فجينو بيحكي لها أنا عارف كيف شعورك إنك عارفة حالك شيطانة، وبيسألها بتسمعي صوت كيما؟ فبتحكي له رومي لا. فبيحكي لها جينو أنتي محظوظة، أنا مش رح أنسى أبدا أول مرة سمعته فيها، كان هالحكي قبل 400 سنة. منبلش نشوف ماضي جينو. فبيحكي لها عيلتي كانت فقيرة كثير، كل اللي كان معي آلة عزف قديمة وبلشت أعزف بالشوارع، بس هالعزف ما وصلني لأي إشي وما كنت عارف أجيب أكل لعيلتي. بس فجأة بلشت أسمع صوته وحكالي أنت مش قادر تعمل إشي لعيلتك بس أنا رح أقدر أساعدك. وفجأة حياتي كلها تغيرت وصرت أغني بكل مكان والكل بيعرفني، حتى الملك نفسه كان بحب عزفي، وعشت أنا وعيلتي داخل القصر. بس النقوش هاي ضلت تنتشر لحد ما التهمتني بالكامل وتم الحكم علي بالنفي لعالم الشياطين للأبد. وبعدها عيلتي رجعت فقدت كل إشي، ومن يومها بتطردني ذكرى خذلاني إلهم إني تخليت عنهم وتركتهم. النقوش هاي دايما بتذكرني بعاري، عار لما فر منه ولا مهرب. وجينو بلش يقرب منها وبلش يحكي لها نقوشك هاي أكيد بتذكرك في إشي أنتي بس اللي بتعرفيه. بس رومي ما بتكون واثقة فيه ولسه رح تهاجمه، بس بيختفي جينو. وبترجع رومي للبنات اللي بيكونوا قاعدين بيشتغلوا على أغنيتهم الجديدة، ومنشوف بالبرامج الموسيقية مرة فرقة ساجا بويز بفوزوا ومرة فرقة هانتريكس بفوزوا، وبيضلوا البنات يحاربوا الشياطين اللي بدها تمص أرواح المعجبين. بعدها منشوف رومي بغرفتها وجينو بيبعتلها رسالة مع النمر بكون بده يقابلها، ومن سوء حظها بتدخل عليها ميرا فبتحاول رومي إنها تخبي الرسالة. فميرا بتحكي لها أنا سمعتك بتغني وكان صوتك حلو. فبتحكي لها رومي صوتي رجع، ما كنت بعرف إنه الأدوية اللي أعطاني إياها الدكتور رح تنفع. وبعدها بنشوف إنه فريق ساجا بويز صار عندهم معجبين كثير وبلشوا يتغذوا على أرواح المعجبين تاعونهم. ومنشوف الأخبار وهم بيحكي إنه المفقودين زادوا 3 أضعاف خلال 24 ساعة اللي مضوا. بعدها منشوف رومي وهي بتحكي مع جينا وبتحكي له أنا جاية أساعدك، عندي طريقة ثانية عشان تاخذ حريتك، ساعدنا إن نفوز بجوائز حفلة آيدول لأنه إحنا لما نفوز الهنمون رح يسكر للأبد، وهيك رح تضمن حريتك ورح ينتهي ارتباط كيما بعالم البشر للأبد.
ورح تختفي كل هالشياطين من هالعالم ورح تقدر تتحرر من صوت كيما. وبتقطعهم وحدة بتبيع أصاور للمرتبطين وبيحكوا لها إحنا مش مرتبطين، فالست بتعطيها أسوارة مجانا. رومي بتمد إيدها عشان تعطيه الأسوارة وبتحكي له انضم إلي لا تتحرر، بس جينو ما بياخذها، فبتحكي له طيب خلص أنت الخسران وبتمشي، فبيمسك إيدها بآخر لحظة بأخذها منها. ثاني يوم بنشوف البنات هم بيتمرنوا قبل الحفلة، بس رومي بتوقفهم وبتحكي لهم للأسف أنا مش عجبتني كلمات الأغنية كلها، وميرا وزوي رح ينجنوا ليش رومي بتتصرف بغرابة. وفجأة بيحسوا بهجوم شيطاني من عدد كبير من الشياطين وبروحوا يحاربوهم. وبعد ما بيخلصوا ميرا بتحكي لها كل إشي على المحك، لازم نتجاوز هالإشي مع بعض. وزوي كمان بتحكي لها أنت عارفة إني دايما بصفك، بس هالمرة هاي أنا مش فهميتك فعلا، وإحنا مش رح نقدر نكسب من غير صوتك يا رومي. بس رومي بتكون حاطة ثقتها كلها بجينو وإنه رح يمشي على اتفاقهم. وبنفس اليوم بالليل بتروح رومي لتقابل جينو، فبيحكي لها ما أعتقد إني رح أقدر أساعدك بخطتك. رومي بتحكي له بالواقع أنت ساعدتني، أنا طول حياتي كنت بخبي السر تاع النقوش، وكل ما أخفيت السر كل ما كان يزداد حجمهم بيتضخم، وكمان بلش صوتي يختفي بالغناء، بس يوم ما شفتك الوشوم بلشت تخف وصوتي رجع من ثاني. وبتبلش رومي تغني وجينو بيغني معها، وبعد ما خلصوا جينو بيحكي لها أنا مش سامع صوت كيما براسي، وبسبب هالإشي بيوافق إنه يساعدها. بيستدعي كيما جينو لعالم الشياطين، فجينو بيستغرب من شكل الشياطين وبيسألهم ليش خايفين هيك، ما كل إشي ماشي طبق الخطة، شوفوا كل الأرواح اللي بعتها لهون. فبيطلبوا منه إنه يلف وجهه لكيما اللي شكله مش ناويله على خير. فكيما بيحكي له الموضوع مضحك، انت فكرت انك خلص تخلصت من صوتي اللي بتسمعه وانك تحررت مني للابد، بس لو صدقت انك فعلا تقدر تتحرر مني ما رح تقدر تتحرر من ماضيك المظلم، انت اللي خنت عيلتك وتخليت عنها، ما تنسى اتفاقنا يا جينو. وبنفهم من كلامه إنه جينو هو اللي دخل القصر وتخلى عن عيلته. ثاني يوم بتبلش حفلة جوائز آيدول، وبيلتقي فريق ساجا بويز مع فريق هانتريكس ورا الكواليس. وطبعا رومي بيكون عندها أمل إنه جينو رح يمشي على اتفاقهم، وبتطلع البنات على المسرح وبتبلش تغني، بس بعدها بتنزل زو وميرا لورا الكواليس عشان في مقطع مدته 20 ثانية لازم رومي تغني لحالها، وبعدها لازم يظهروا البنات مرة ثانية معها على المسرح. بس وهم ورا الكواليس بتشوف إنه في حدا بخطف بوبي وبيطلعوا يركضوا وراه، بس المفاجأة إنه بوبي موجود، وبيكونوا الشياطين هم متنكرين على هيئة بوبي وشكلهم بينفذوا خطة جديدة. رومي بتكون مصدومة من ميرا وزوي لأنهم ظهروا بيتصرفوا بغرابة على المسرح، وبيطلع إنهم مش هم ميرا وزوي لأنه ميرا وزوي بيكونوا لسه ورا الكواليس. وبشيلوا جاكيت رومي من عليها وبتظهر نقوشها على المسرح، وطبعا هي مفكرة أصحابها وبيحكوا لها أنت شيطانة إحنا عرفناكي على حقيقتك. وبتصرخ رومي بأعلى صوتها، وزو وميرا الحقيقيات كانوا مصدومين. وبتدخل رومي ورا الكواليس وبتشوفهم وبتنصدم لما بتشوف ميرا وزوي، وبتعرف إنه اللي معها على المسرح كانوا الشياطين. بيكونوا خايفات منها وبيسألوها أنت كيف عندك النقوش وكنت مخبية علينا طول هالوقت؟ فبتحكي لهم أنا كان عندي خطة إني أخليهم يختفوا للأبد واتفقت مع جينو. بيسألوها البنات هو أنت بتشتغلي مع جينو كمان من ورانا؟ بتحكي لهم لأ أنا كنت بستغله بس عشان أصلح الوضع. طبعا هم مش مصدقين أي إشي من اللي بتحكيه، فبيطلعوا ميرا وزوي أسلحتهم ليهاجموا عليها. رومي بتعيط وبتطلع تدور على جينو وبتلاقيه واقف مع البنتين الشياطين اللي كانوا بتنكرين على هيئة زوي وميرا، وبتحكي له كيف قدرت إنك تخدعني وتعمل فيي هيك. فبيرد عليها وبيحكي لها الأمر كله كان كذبة وحكيت لك هيك بس عشان تثقي فيي. وبيختفي جينو. ببلش درع الهرمون إنه يضعف وبيظهر نقاط ضعف كبيرة بكل مكان، وبنشوف إنه فرقة ساشا بويز هم اللي فازوا وفرقة هانتريكس خسرت. بتروح رومي لسيلين وبتحكي لها أنا فكرت إني رح أقدر أصلح كل إشي وأصلح نفسي، بس الوقت خلص مني. وميرا وزوي شافوا نقوشي وإنتي كنتي عارفة إني مجرد غلطة من البداية، اعملي اللي المفروض كنتي تعمليه من زمان، وبتعطيها السيف. سيلين بترمي السيف من إيد رومي وبتحكي لها ما رح أقدر، لما فقدنا أمك زمان أقسمت لها إني أحميكي من أي إشي. سيلين بتروح بتغطي رومي وبتحكي لها ممكن نقدر نخبي النقوش هاي ونرجع نشتغل من ثانية عادي، ورح أحكي لميرا وزوي إنه الموضوع كان كذبة مجرد خداع من كيما عشان يفرقنا. رومي بتعصب وبتحكي لها أنا زهقت من إني أتخبى وزهقت من الكذب، أنتي ليش مش فاهمة إنه هاي حقيقتي؟ وبتختفي رومي. ومنشوف فرقة ساجا بويز عاملين حفلة كبيرة عند البرج وكل الناس هناك حتى ميرا وزوي، والنار اللي بتكون وراهم هاي مش خلفية بيكون كيما، وبتظهر بنص الحفلة رومي وبتحكي أصواتنا قوية بنقدر نذبح الشياطين بأصواتنا وأغانينا، بنصلح العالم وبنخليه صالح حين يتبدد الظلام أمام النور. كيما بيحكي لها أنت مفكرة إنك بتقدري تصلحي هالعالم؟ أنت مش عارفة تصلحي نفسك، وهسه الكل شايفك على حقيقتك والهرمون صار ضعيف. بتبلش رومي تغني وبيستجيب لها ميرا وزوي وبيغنوا معها وبيبلشوا يحاربوا الشياطين على المسرح، وبيحكي لهم كيما أصواتكم مش رح تقدر تهزمني.
وبيبلش يهاجمهم كيما، ورومي مش عارفة تتصداله من قوته الكبيرة، بس بيظهر جينو وبيبلش يساعد فيها، ومن قوة كيما جينو بيبلش يختفي. رومي بتعيط عليه، وأرواح المعجبين كلها بتساند رومي وبتبلش تهاجم كيما بقوة، وبيبلشوا البنات يغنوا مرة ثانية وقدروا يرجعوا الهرمون. وبعد معركة طويلة وصعبة قدروا البنات إنهم ينتصروا على كيما. وبس والله، ولو عجبك الملخص واستمتعت بالقصة لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. منشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.